الإخوان، هاد المداخلة هي على واحد شي فيديوهات شفتهم مؤخرا. بعض الإخوان يعني تيتكلموا على الحداثة وعلى المجتمع ديالنا والسياسة العمومية إلى آخره. ولكن مما أثارني هو واحد الأخ، يعني قال أن الحداثة هي ثورة ضد المقدس. وزاد قال شنو هو المقدس؟ هو الإسلام. إذن الحداثة ثورة ضد الإسلام أو ثورة على الإسلام. هذه هي النقطة الأولى غنوقف عندها. هذه الفكرة هي مغالطة في الحقيقة، لأن أولا الحداثة ماشي ثورة على المقدس ولا على الإسلام. الحداثة هي واحد الإيديولوجيا اللي تتقوم على التجدد دائما، التجدد المستمر. يعني من تما جات لا مودرنيتي، لا مود كتلاحظوا ديما عروض الازياء الجديده، ديما الجديد، ديما العجله ديال التطور والتقدم تتزيد. اذا فاش تنقولوا الحداثه هي التجديد المستمر، اي حاجه كتجدد وهكذا يستمر المجتمع. ولكن باش تقول ثورة على المقدس، علاش مغالطة هذه؟ لأن أولا المجتمعات الغربية اللي هي حداثية واليابان وكاع الدول الغير الأوروبية اللي هي حتى هي حديثة فيها الحداثة، ما كاينش فيها يعني ضرب للدين ولا منع التدين ولا هذه. التدين راه حق من حقوق الإنسان يمارس الحرية الروحية ديالو، حتى واحد ما تيمنعو. وما عمري شفت انا شي قانون تيمنع التدين ولا تيمنع بناء المعابد ولا المحلات الدينيه ولا المساجد ولا هذه. جامي ما عمري شفتها. امريكان كاع القمه ديال اللي سابقه كاع العالم في هذه المسائل هذه راه فيها بالعكس ديانات جديده اللي بغى يدير شي دين شغلوا هذاك. لان المجتمع هو مجتمع يقوم على التعاقد والحريات الى اخره. ولكن هذا الاخ زاد فكره اخرى، ربط المساله ديال الحداثه بمجتمع التعاقد والليبرالي، يعني المجتمعات ديال التعاقد اللي تيقوم على جبد الفكره د مونتيسكيو، فصل السلطات وما ترتب عنها من برلمان وكذا وهذه. ما فهمتش انا هذا الانتقال من هذا المستوى ديال الدوله الحديثه الى ضرب هذا الشيء كله، ضربه في الصفر باعتباره انه ضد الاسلام وهجوم على الدين، وهذه هذا خطا. فالحداثه ما تتمنعكش باش تدين، ولكن ما يمكنلكش انت بالتفكير اللي عندك تفرض راسك على العالم كامل تقول لهم نتوما كلكم خطا، حنا اللي كنعرفوا الحقيقه وخصكم ديروها. اذا فاش كتربط الحداثه بالعري هذا راه خطا كذلك. لونو راه تيتناقش في الغرب، كاين نقاشات في الارتيش. انا ليله كامله ان سواري تيما، واحد البرنامج سميتو تيما، تيهضروا على لونو ولونو علاقته بالكوميرس والاشهار وهذه. فهذه مسائل ظواهر مرتبطه بمجتمعات الراسماليه، ولكن راه لا تساوي الحداثه. ما خصناش نربطوا بيناتها بشكل اوتوماتيكي، الا لا كنا تنستعملوا لا تكنيك دي بروجيكتور، تنسلطوا الاضواء على النقط اللي غتخدم التحليل ديالنا باش نوصلوا لواحد الخلاصه نبينوا راسنا وصلنا ليها بالتحليل. ولكن حنا راه حطيناها هي الاولى، عاد بدينا كنبنيو عليها الافكار، وهذا ماشي معقول. او لا مثلا تقول ايوا حنا واحد الاخ تا هو معاه قال لهم راه بحال الاسطوره ديال لا كافيرن، جبد سميتو الاسطوره الكهف عند افلاطون، ان هذوك اللي كانوا مقيدين تيشوفوا الظلال، فاش خرجوا ضربتهم الشمس قال لك خرجهم شافوا الشمس وما يرجعوا قال لك تعماو بحال هكذاك. يعني انا ما فهمتش هذا المعنى ديال هذه الاسطوره، بالعكس الاسطوره ضده هو، لان هاد الناس اللي مشاو مع زمن الحداثه والتطور والتقدم ديال المجتمع وهذه راه هما داك اللي خرج وشاف الضوء، ما يمكنلوش يرجع للكهف للظلام. بينما الناس اللي تيشوفوا ديك الخيالات وتعتقدوها حقائق هما هادو اللي ضد تطور المجتمع وضد الحداثه. لان الحداثه راه ما صنعهاش شي واحد، راه الرأسمالية براسها راه ما صنعهاش شي واحد، راه التاريخ تطور، راه الحضارة اللي تتقوم على العقل والعلم هي اللي وصلت، والتقنية هي اللي وصلت لهذا الشيء. وكاينه كتابات فلسفية في هذا الشيء. مارتن هايدغر مثلا يهضر على لا تكنيك، تقنية. اذا التقنيه وحضاره التقنيه، راه التقنيه هي اللي تتحكم في الراسماليه. التطور ديال المجتمع ديال الصناعه هو اللي تيؤدي لهذه الاشياء هذه باش يبيعوا باش يتطور المجتمع. اذا راه كاينه شي حوايج تتزق تتفلت لكلشي، ماشي مواليها دايرينها اكسبري. هذه نظريه المؤامره محدوده في التحليل. يعني الا بغى الانسان يدخل لهذه القضايا راه كاين علوم اللي تدرس هذا الشيء، هي علم الاجتماع، حتى الفلسفه كاين مفكرين اللي فكروا في هذا الشيء.
يعني المدرسه فرانكفورت مثلا في المانيا الاولين ديالها تلقى فيها ادورنو وهابرماس واسماء اخرى وايريك فروم، وهذه اللي هضروا هيربرت ماركيز في الكتاب ديالو الانسان ذو البعد الواحد، كيتكلم على الانسان الاستهلاكي، حضاره الاستهلاك. ايريك فروم كي الكوجيتو ديال ايريك فروم انا موجود بقدر ما املك واستهلك، فالغربيين راه فكروا في هذا الشيء تا هما، ولكن كاين شي حوايج من فالته ماشي صانعها شي واحد ولا مديرينها بمؤامره ولا راه باغيين، نو، راه كاينه شي حوايج كما قلت جايه من طبيعه الحضاره اللي مبنيه على العلم والتقنيه. ولكن هاد الحضارات العلم والتقنيه راه ما منا كينديروا ما حتى واحد ما يقدر يتراجع. واش تتخيل انت شي عالم ما يبقاش فيه الجامعات ما يبقاوش يقراو العلوم، ما يقراو فيزياء، ما يقراو الكترونيك، ما يقراو معلومات، ما تطور حتى حاجه باش يرجعوا للور؟ لا يمكن. اذا هادشي اللي كتعيشوا الان راه افرازات ديال الحضاره التقنيه، هذا مصير ديال المجتمعات البشريه كامله. ما يمكنلكش تجي انت بواحد الايديولوجيا اللي عندك ايديولوجيا دينيه وبواحد الافكار اللي هي وارثها وتتبغي تناقش هذه القضايا كبيره كبيره وفيها اشكاليات مطروحه، ماشي بداك البساطه اللي كتخيلها انت اللي كتربط ما بينها وبين الدوله المعاصره. واش نضربوا الدوله المعاصره؟ وراه الدوله، هاد الدوله اللي كاينه، هاد النموذج اللي كاين ديال الدوله راه هو فين واصل البشره، فين تطوروا. راه الناس تيفكروا حتى في الدوله كجهاز كيخصو يكون، لحقاش مفهوم الدوله راه ماشي مفهوم مطلق، ما كاينش واحد الموديل هو اللي كان وغيبقى دائما. فكاين الفكر السياسي اللي تيفكر في الدوله اشنو هي وكيفاش تطور. مثلا تلقاو دابا دوله الحق، حقوق الانسان، الحريات، فهاد الاشياء كلها تطوير باش الانسان يكون اكثر ارتياح في المجتمع اللي تعيش فيه وفي الدوله اللي كاينه معاه. الدوله ما بقاش عندها ديك السلطه المطلقه كدير اللي بغات غتولي ديكتاتوريه. الا ولات الدوله بحال هكذا غتكون ديكتاتوريه فرضا نفسها على الافراد. شكون هو هذا اللي يعطي نفسه هذا الحق باش يفرض راسو بالافكار ديالو على الناس كاملين ويقول لهم انا ربكم الان؟ ما يمكنش، ما بقاش العصر تيسمح بهذا الشيء. اذا الدوله حتى هي كجهاز تيطور المؤسسات ديالو والاليات ديالو باش بنادم يعيش حسب حريته، تحترم معتقده، تحترم الحريات ديالو، وكل شيء تيعيش، كل شيء تيخلص الضرائب في اطار القانون والحق. هذه هي دوله الحق. اذا الا كنا تنفكروا بموضوعيه، تنقول بموضوعيه ماشي تنفكروا بالايديولوجيا، راه كاين التفكير اللي مبني على المعرفه والتفكير اللي مبني على الايديولوجيا. التفكير اللي مبني على الايديولوجيا، على الافكار اللي هي كتخدم غير واحد الجماعه، هذا التفكير هذا راه تيكون محدود ومغلق وما تيقبلوش الناس، تتقبلوا غير ديك الجماعه اللي شاده اللي تفكر بهذه الطريقه هذه. بينما التفكير اللي مبني على المعرفه تيكون مقنع للكل. اذا الا كنا موضوعيين وما نكونوش متمركزين على نفوسنا، لان راه ماشي غير حنا اللي تنفكروا بهذه الطريقه، راه التفكير بالدين راه حتى اليهود راه عندهم دوك اصحاب النواظر ودوك الصهاينه المخزين وداك الشيء، كذلك المسيحيين اليمين ديالهم. اذا في اي دوله في العالم كتلقى واحد الجهه متطرفه كتركز على المسائل ديالها الخاصه، على الوطنيه وعلى هذه، ولكن هذه الافكار هذه ما تتطورش حيت هذه القضايا كبار من الدوله. هذا الشيء ماشي الدوله اللي تدير ولا الحكومه، هذه راه الحضاره. كاينه شي مشاكل مرتبطه بالحضاره المعاصره. علاش قلت لك اودي راه هذه كاينه علوم اللي مختصه في التفكير في هذه المواضيع هذه، من ضمنها كما قلت علم الاجتماع والفلسفه، وتقراها بجرأه، ماشي تقول الفلسفه غا التفكير ديال الغرب حيد عليه التفكير ديال النصارى واليهود. لا، علم الاجتماع راه حرام، هذاك الشيء ما خصوش يكون كاع. راه نديروا علم اجتماع اسلامي، راه نديروا علم نفس اسلامي. راه التمركز هذا ما عمره ما يخليك تفهم الاشياء في حقيقتها، غتبقى تفكر ايديولوجي. اذا انت امام اختيار، اما غادي تطلق من هذه الحضاره والتقنيه وهذا الشيء كله وهذا الاجيال ديال الحضاره البشريه وترجع للمسائل ديالك، وهنا غادي تولي تستعمل الفاس والمنجال وداك الشيء. حتى شي نهار غيجيو يديروك فوق قفوزه ويولي بحال شي كائن بدائي، او لا غتنفتح وتقرا العلوم انت وتساير الحضاره وتقوى كما تقووا دول اخرى بحال اليابان بحال الصين، وهذه ولاو تينافسوا الحضاره الغربيه. اما باش تجي وتبقى تنتقي ودير واحد التحليل فيه البريكولاج انتيليكتويال وتبقى تقدمه على اساس انه الحقيقه، فهذا تنعتبره انا مجرد مغالطات ومجرد تضليل. تحياتي.